تحية طيبة لكم أعزائي زوار مدونة زاد التقنية. اليوم سوف نقدم لكم الإصدار الأخير من صفحة هوت سبوت زاد نت. الآن سوف يتصل مع الراوتر. الآن طلب تسجيل الدخول. مميزات الصفحة: تم إضافة بعض التحديثات إليها. كما ترون الصفحة متجاوبة تماما مع جميع أنواع الشاشات. سواء كانت تابلت، لابتوب، بي سي أو موبايل فون. يعني توافق تام حتى مع الايفون، مع جميع الايباد، جميع الشاشات. الوان متناسقة، صفحة خفيفة جدا. الآن كما ترى هنالك ميزة جميلة جديدة أنا أضفتها. رسالة تأتي وتقول مساء الخير، صباح الخير، طاب نهارك، وهكذا. الآن كما ترى هذا السهم يشير إلى مكان إدخال الرمز. كما ترى سوف تقوم بإدخال رمزك على سبيل المثال. كما ترى عند الضغط على الاتصال وكان رقم خاطئ سوف يقول لك رمز خاطئ وهذا الطفل وهو يبكي. الآن لنأتي إلى الأزرار. هنا الأزرار تقول البطاقات. كما ترى عند الضغط هنا سوف يضغط على الاتصال. أيضا عند الضغط هنا على الدفع الإلكتروني سوف يقوم بإرسال رسالة SMS تلقائية إلى مزود الشبكة الخليوي لاقتطاع 100 وحدة منه، في سبيل أن تقوم أنت بإرسال رمز البطاقة إليه. وهذه الميزة تعمل فقط في الجمهورية السورية. الآن نضغط على زر رجعني مطرح ما جبتني. كما ترى الآن سوف نأتي هنا إلى هذا الصوت، سوف نقوم بتشغيله. مع حلول الألفية الثالثة أصبح الإنترنت جزءا لا يتجزأ من حياة الإنسان. مركز آزاد عبي يقدم مزود خدمة الإنترنت المنزلي آزاد نت. اطلب بوابتك الآن إذا كنت من سكان تل تمر. آزاد، عنوان الجودة والأصالة. يعني كما ترون صوت يتم تشغيله تلقائيا مع تحميل الصفحة. الآن سوف نقوم بالذهاب إلى إدخال رمز ما، أي رمز ما، على سبيل المثال دخول. كما ترى صفحة لوجين تكون كيف تكون ب كما ترى عندما تضغط على لوجين. كما ترى هنا طبعا صفحة لوجين هي الصفحة التي تلي عملية تسجيل الدخول. الآن يقول لك رصيدي. عند ضغط على كلمة رصيدي سوف يذهب إلى صفحة ستاتو. كما ترى الآن كما ترى هنالك يعني ترتيب جميل جدا للصفحة، متناسقة مع الشاشة بشكل يعني فائق الجمال وفائق الأناقة وبشكل احترافي أشبه ما يكون بشركات الاتصالات العالمية. يعني الآن هنا في الزاوية العليا مكتوب ماذا مكتوب؟ في الزاوية العليا من المتصفح اضغط خيارات ثم اضغط إضافة إلى الشاشة الرئيسية. ماذا نقصد بهذه العبارة؟ نقصد بهذه العبارة أن نذهب إلى هنا كما ترى ثم نضغط إلى Add to Home Screen بالعربية، إضافة إلى الشاشة الرئيسية، إضافة. ماذا حصل الآن؟ حصل الآن أن زر الاختصار ذهب إلى سطح المكتب أو إلى الشاشة الرئيسية في أجهزة الأندرويد. يعني عند الضغط فورا على هذه الصفحة سوف تظهر صفحة الرصيد، وهذا شيء مفيد جدا لبعض الأشخاص يعني الكبار في السن أو الأشخاص الأميين الذين يفتقدون للقراءة والكتابة وفهم مبادئ الهاتف.